والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج منتج مصري. الحلقه دي انا هعتبرها رساله لكل المصريين. في 5 حاجات كنت عايز اقولهم دايما. الفاشل من له مبرر مقنع لفشله، والناجح من يلوم نفسه دايما. وفي مقوله الامام الشافعي: اذا ساء فاعل المرء ساءت ظنونه. الحاجه الثانيه ان اي انسان صغير، اي واحد صغير لو طلع فوق كتف اي حد كبير هيشوف وينجح احسن منه. الحاجة الخامسة والاخيرة: لازم تبقى الاول في الصف. ان ما نجحتش اطلع بره الصف، لازم تبقى فيه الاول. لو مشينا بالمبادئ دي في حياتنا كلنا هننجح، وهنبقى احسن بلد، وهنبقى قادة للامم. طبعا الكلام ده سمعنا كلام كتير جميل زيه، لكن كله كلام، فعل مفيش. احلام مبتورة او افكار او جهد برضو ناقص. المهم ما نوصلش في الاخر، وهو ده اللي خلانا بقينا في ديل الامم ومتاخرين، ومع ذلك مش مكسوفين ولا زعلانين. لكن لما يجي واحد او اي حد يتعب ويحاول ينجح وياخد زمام المبادره ويقف على رجليه وياخد بايدين اخواته ويعمل فريق، ونفكر بفكر الفريق وروح الفريق ونتعاون سوا، نستغرب ونشكك فيه ونقول ان ده ممكن ان شاء الله هيفشل. ليه؟ لان انا ادمنت الفشل والانهزاميه. فلما يجي حد يقول لي تعالى نحاول ننجح ويطبطب عليا ونحط ايدينا في ايدين بعض، نتعبه ويتخنق، وفي الاخر اللي يتبقوا معاه هم دول ان شاء الله اللي هينجحوا. طبعا انتوا كنتوا بتشوفوا ناس معايا في الرحلات، ناس عاديه، واحنا رايحين نتفرج على الارض، بتتفرجوا عليهم وناس عاديه خالص. لكن تعرفوا انه كان فيهم ناس عبقره، ناس اصحاب فكر، ناس بره معروفين ومهمين وبيتمنوا ان هم يتعرفوا عليهم ويخطبوا قدامهم ويتعاملوا معاهم، واحنا هنا ما نعرفهمش. كان من ضمن الناس دول واحد صلى بينا في اول رحله ارض وخطب خطبه الجمعه، دكتور، استاذ امراض الصدر في جامعه طنطا، راجل دكتور عادي او استاذ جامعه، وما اكثر استاذ الجامعه في مصر، ما حدش يهتم بيه. بس انا لما اتكلمت معاه قلت له تنضم لفريق منتج مصر ونزرع ارض سوا، قال لي ماشي. طلب مني عنده ارض ان يزرعها مورينجا. بعد كده انا كان عندي موضوع كنت بتمنى ان انا انفذه، فضلت خطوه خطوه معاه ومتابعه لحد ما اتفقنا. بعد ما اتفقنا انا والدكتور محمد ابتديت اعرفكم عليه. هو هيشرح لكم اللي انا بقوله ده ايه. ساعات الواحد يبقى عنده حاجه، نعمه وفرصه، هديه ممكن تجيب مليارات من دول العالم تبقى داخل مصر، وفي الاخر انا اتعلمت ان انا ما اقولش على حاجه غير لما تتم، غير لما نتفق، لان هو انسان متدين وملتزم، وطالما اتفق مع حد مش هيرجع في كلامه. ناس كتير بتتفق وترجع في كلامها، وممكن تاخد عهد بالله كمان وتشهد امام الله، وساعات تحط ايديها على المصحف وتخلف. مش دي اخلاق المسلم. نتعرف على الدكتور محمد كبدايه. دكتور محمد، تعرف حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد عبد الوهاب، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب طنطا. أنا يعني أشكرك على هذا التقديم، وإذا كنت أنت يعني ما استهلوش ولا يعني إيه، إنما يعني زي ما سيدنا أبو بكر بيقول: يظنون بي خيرا وما بي من خير ولكني عبد فقير كما تدري. سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في ساعة الحشر. ربنا يكرمك محمد، ربنا يخليك. عايزين نشوف الاول يعرضوا لنا على الشاشه ايه قصه براءه الاختراع. الاول نشوفها على الشاشه دي. طبعا المفروض ان هي في باريس، صح كده يا دكتور محمد؟ هو الحمد لله قبل لي براءة اختراع على دواء بديل للكورتيزون في لعلاج مرضى الربو الشعبي في أكاديمية البحث العلمي. وكان أول براءة في تابعة لمعاهدة باريس. معاهدة باريس دي بينضوي تحتها 126 دولة
بما فيها أوروبا وأمريكا وفرنسا والبلاد المتحضرة كلها. الدواء ده يعتبر يعني إنقاذ سريع وعلى المدى البعيد لمرضى الربو الشعبي والحساسية والسدة الرئوية المزمنة الناشئة عن التدخين. حوالين العالم حوالي مليار من مرضى الربو الشعبي بيعانوا، والأدوية المتاحة بما فيها الكورتيزونات لم تسيطر إلا على 20% فقط من هؤلاء المرضى. الدواء ده المادة الفعالة بتاعته رخيصة، مادة زراعية ولا مادة كيماوية؟ هي أساسا نبات، واتعمل عليه شوية إجراءات كيماوية، فبقى بنقول عليه سيمي سينسيتيك، أو إيه يعني جزء نباتي وجزء إيه كيماوي، بحيث إنه اتعامل هو نبات ولكن اتخلق بطريقة كيماوية. المادة دي أمينة جدا، وعملت عليها أبحاث عديدة، حوالي 4 أبحاث نشرتهم انت زي ما بيقولوا في مجلات انترناشونال أو مجلات دولية، بما فيها مجلة في ميلانو في إيطاليا، وفي بيترسبرج في روسيا، ونشرت في المجلة المصرية لأمراض الصدر والتضرر. يعني باين كفاءة عالية جدا، الأضرار الجانبية لا تكاد تذكر، يعني نقدر نقول إنه من حيث الأمان زي المية اللي بنشربها، فده بعكس الكورتيزون. والعالم كله والباحثين كلهم على مستوى العالم بيبحثوا على بديل الكورتيزون، لأن كل الأمهات بتخاف بيبحثوا على بديل الكورتيزون، وهو موجود عندنا في مصر، وهو خلاص الحمد لله اتسجل. ويعني أنا شايف إن شاء الله من خلال الشركة بتاعتك نقدر نسجله في وزارة الصحة ونصنعه. ويعني متوقع لو حتى أولا هيوفر كوست أو تكلفة كبيرة جدا على المريض، لأن المريض دلوقتي في كثير من الأدوية المتاحة لمرضى الربو الشعبي أو السدة الرئوية المزمنة بتكلف، لو واحد على المعاش بتكلفه معاشه عشان يجيب بخاخة أو شفاطة تكفيه الشهر، بيدفع تساوي معاشه الشهري. بعد كده لسه هيدبر الأكل والشرب بتاعه والملبس. إنما هذا الدواء المادة الفعالة بتاعته يعني في متناول الجميع، وممكن يوصل للمريض يكلفه في اليوم حوالي جنيه مصري. جنيه مصري حضرتك كسبان ولا ما يبقاش كسبان؟ هو تبقى كسبان كتير يعني، ده انت هتكسب وتكسب مصر كمان مش اقل من نص مليار في اليوم لو بعت للعالم، لان ده براءة محمية على مستوى العالم. فانا شايف ان مصر محتاج فيها يعني الحمد لله عقول خلاقة وفيها شباب كويسين، بس عاوزين يعني يستجمعوا قواهم. واللي عجبني في الأستاذ إيهاب إنه بيقوم بعملية غزو للصحراء قوية جدا، ومصر محتاجة إن الصحاري بتاعتنا دي تتخضر على يد الشباب بتاعنا الجمال، وإن إحنا ما نركنش للدعة والراحة، لأن الحياة عاوزة مكافحة، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا خلفاء له في هذه الأرض. لابد مطلوب مننا حاجتين 2: رسالة البني آدم في هذه الدنيا، عمارة الأرض، وعبادة الله سبحانه وتعالى. فلابد إن احنا نقوم على هذين الأمرين على أكمل وجه. ربنا يكرمك دكتور محمد. اللي أنا كنت عايز أقوله يعني شوف بقى لنا مدة كبيرة، شهور كتيرة، ودكتور محمد معانا بنتواصل بالتليفون. براءة الاختراع دي طبعا يمكن أنا دلوقتي لو كلمتكم عن أي واحد بيتكلم كويس أو لعيب كورة أو فنان، مصر كلها تعرفه. لكن لو كلمتكم عن راجل عالم ممكن يدخل لنا كل يوم مليار جنيه في بلدنا، اللي احنا بقينا بنشحت وبنستلف مليارات من بره ومحدش عايز يشتغل. والدكتور محمد كان بيقول لي في ناس كتير عايزه تنتخ ومش شباب، والمفروض ان الفكر يتغير. انا الحكايه دي عانيت منها، كنت اخد الناس معايا، وناس ما شاء الله يعني ملتزمه وظاهرها وناس منوره، فبص الاقيه نفس بقايا ورواسب العيشه بتاع الزمان والفكر بتاع زمان. كنت زي ما بقول زمن الماضي زمن الباطل الجميل، كان يقول لي لا زمن الباطل المزين. ليه كلنا طلعنا في جيل نسمع ونغني ونعيش حياتنا ولحد ما الواحد يجي يغفل، وفي الاخر يجي ميعاده يموت وما عملش حاجه في الدنيا، لا عمر ارض.
وحتى لما يجي يعبد ربنا، يعني ممكن الناس واخده فكره، حتى يقول لك ايه المشايخ دول بتوع فته، ليه خدوا فكره عن المشايخ ان هو بيصلي ومنور لكن ما بيشتغلش، ما بيبقاش موجود، ما بينجحش. لا يا اخوانا، ده كانوا عباقره في كل حاجه وفي النجاح في كل حاجه. معنى ان نقول واحد ملتزم او شيخ يعني راجل ناجح في كل حاجه. ما هو مفيش حد بيرتبط بالله ويتعس او يفشل، استحاله، يبقى في حاجه غلط. فلما كنا نيجي نقول كده يستعجب لك، ما انا عشت عشرات السنين بفكر وترتيب معين. فلما اجي اقول لك تعالى تستغرب لي كلامي، وبعدين ده ايه ده، لا ممكن يبقى وحش، لا ده مش ايه ده. امتى هتصحى؟ امتى؟ لما يجي ميعادنا ونيجي نموت. البلد دي مش هتتقدم كده. ما ينفعش يا اخوانا ده يبقى فكر المسلمين. فتخيلوا، شوف انا بقالي شهور ما كلمش على الدكتور محمد ولا كلمته لحد ما اتفقنا، لان عارف هتلاقي 1000 واحد يقول له تعالى ومحدش هينفذ. فانا دلوقتي مثلا الدكتور محمد اتفقنا، كنا بندور على افضل قطعه ارض نزرع فيها، لان النبات ده بزرع. وبعدين قال لي جمله عجيبه قوي، قال لي لو اتفاقيه الجد اتطبقت ما حدش في مصر هيلاقي دواء. ليه يا دكتور محمد؟ قال لي لان معظم الادويه دي كلها براءات اختراعاتها من بره، فمش من حقك تصنع في مصر، فهتتهد منظومه العلاج كلها في مصر الا لو اشتريت ودفعت دم قلبك، وساعتها هنبيع ايه تاني؟ هندين اكتر ايه من كده تاني؟ ما احنا السبب. لو ده طالما ده فكرنا وده اسلوبنا، هنفضل ننهار لحد ما نوصل لاسوأ النتائج، وساعتنا يطلع عيالنا يدعوا علينا، وعيال عيالنا يدعوا علينا. معقوله؟ ما ينفعش. لكن الحمد لله ادي اول براءه اختراع ان شاء الله، ان شاء الله تتنفذ. تخيل بقى، احنا اتفقنا والدكتور محمد هتزرع كام شهر مثلا، نعملها كام شهر في شركه تنفذها لنا ونعممها في مصر، وبعد كده كمان كام شهر عشان ما يبقاش رحنا بايد حد نزرعها في ارضنا. وبعد ما تزرع في الارض وتتصنع خلاص، لو كل يوم او كل شهر حد من عباقره مصر ومن العلماء عمل براءه اختراع واتنفذت، بقيت ليك الملكيه الفكريه للعلاج ده. فبقيت بدل ما انت بتطلع فلوسك بره للعلاج، بقيت بتدخل فلوس من بره لجوه. العمليه بدل ما انت بتستنزف، لا انت كده بتبتدي تعبي وتملي بلدك واهلك بالخير. كده تتعكس العمليه، فبدل ما تفلس لا تتغني. وده الاصل في المسلم، ان في كل مكان يجي من وراه خير. اما كان حد يبص لك كان يبص لك بشك، يا عم ايه هو انت في ايه؟ انت كله بيتخانق على تورته قد كده بتاعت الوظيفه وبتاعت مش عارف ايه، وبعدين ما حدش بينتج حاجه، لدرجه ان بقى الناس كلها قاعده على مكاتب واللي بينتج هو الفلاح بس. واذا كان صاحب مصنع ولا حتى شركات الادويه، انت ما بتنتجش حاجه، ده حتى الكبسوله الفاضيه دي انت بتستوردها من بره. يعني ما بتعملش حاجه في الدنيا خالص، ما بننتجش حاجه خالص، وعايزين نبقى في نهضه. ما ينفعش. انا خدت اول خطوه في الطريق وقلت مش هشتغل في ارض تاني، هي تجربه بس، فكر هنعممه. انا لما كنت باخد الناس واقول له تعالى وهتاخد نص فدان مكسب ونطلع عمره ونعمل، كنت بحاول ازرع جواك فكر انك تعمر، ان كل واحد يمتلك في بلده فدان. انت عندك 225 مليون فدان صالح للزراعه في بلدك، لو كل واحد زرع ربع فدان يا عم، ربع، هتلاقي نفسك بلدك من اغنى البلاد. بلاش تنتج منها ادويه وحاجات شفا، انا كنت مسمي ارض دلوقتي ارض الشفا. حتى لما جيت اجيب المورينجا واديها للناس ما حدش بقى مقتنع. يا عم خد وجرب. بعد ما الناس جربت والنتيجه بقت شفا، الدكتور محمد ومجموعه اساتذه الجامعه كلهم انضموا وقالوا عايزين نزرع ارض في طنطا، مش كده يا دكتور محمد؟ نزرع مورينجا ويبقى دي شفا لاكثر من 300 مرض. الدكتور محمد اقتنع، ودكتور طارق استاذ مخ واعصاب، مجموعه من عباقره العلماء كلهم انضموا. ومع ذلك الاخ اللي مش فاهم واللي قعدت اقول له تعالى خش الارض بقى جاي لك مرحرح، ويروح كما كان، لا عمل مستقبل لابنه ولا خد ارض لنفسه، ويخش الدنيا عريان ويطلع منها عريان وما عملش حاجه في دنيته. تعال الاول نشوف تقرير المورينجا ونرجع نتكلم عليها والدكتور محمد. المورينجا فيها اكتر من 46 مضاد للالتهابات، و36 مضاد للاكسده، و19 حامض اميني، واكتر من 2000 ماده مفيده للجسم. كنت بشكي من القولون العصبي والتقرحي، وقعدت فترة بتعالج منه، والحمد لله من أول ما عرفت حكاية شجرة المورينجا حققت نتيجة كويسة مذهلة، وبطلت العلاج نهائي. وبالنسبة للموضوع دوت، زائد ان هو رايح جسمي من غير اي حاجه، يعني في حاجات تانية احتمال ما كنتش اعرفها. الحمد لله كان عندي فيروس سي،
وكنت تعبان يعني حاسس بتعب وارهاق يعني وكده. فالحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى يعني خدت جرعتين، حاسس ان يعني بتحسن من فضل الله يعني. وجاي اخد الجرعه الثالثه، ان يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويتم شفائي بخير ان شاء الله. كنت بتفرج على القناة فسمعت الإعلان عن منتج المورينجا، شجرة المورينجا، فدخلت على الموقع النت وابتديت اللي انا اقرا عليها، لقيتها اللي هي فيها فوائد كتير جدا، فجبتها وجربتها لان انا كان عندي صدفية وكان عندي القولون العصبي، فعرفت ان البذور بتاعتها بتعالج الصدفية وبتموت الخلايا او بتموت البكتيريا المسببة للامراض الجلدية. فدنتني ماشي فترة على البذور ولله الحمد. الصدفية دي قعدت كتير جدا اتعالج منها عند الدكاترة. لما اخدت البذور الحمد لله رب العالمين اختفت تماما، وكان عندي القولون العصبي جربتها فعلا، بقيت اخدها الصبحية على عسل نحل وبالليل برضك اخدها على عسل. الحمد لله رب العالمين ما عندش بعاني من القولون خالص، وهي فعلا الشجرة المعجزة. محمد عبد الفتاح ابو اسلام من شبرا الخيمة مدينة فتح. استعملت المورينجا عشان عندي السكر بقالي 12 سنة، فطبعا مادة الأنسولين باخد حقن على طول. كنت باخد 50 الصبح و50 و25 بالليل. حاليا دلوقتي الحمد لله بقيت اخد 30 و15 بالليل، 15 واحد، فممتازة. اتفرجت على برنامج منتج مصري وسمعت عن نبات المورينجا، فدخلت على النت وقريت عنه وشفت التفاصيل وفوائده الكتيرة اللي موجودة فيه، فرحت اشتريت جرعة من الشركة وبعدين خدتها بانتظار. بعد ما خدتها بحوالي اسبوع بدأت احلل، وانا عندي السكر من حوالي 15 سنة، وانا بعد ما حللت لقيت النتيجة تحليل كان بيتراوح من بين 110 ل 120، 3 مرات تحليل من بعد اسبوع بالظبط من بعد ما خدت نبات المورينجا. اسمي حمدي ابراهيم، انا ساكن في حدائق القبه، ووظيفتي انا سينيور سيلز في شركه اسبانيه اسمها ارشبيل جولف. احنا اول مره هنا في الميدل ايست ونورث افريكا، وانا بصراحه جاي اخد المورينجا بناء على طلب من السي او بتاعنا، هو راجل اسباني. هو سمع عن فوائد المورينجا وهو كان عاوز نبتة المورينجا وخاصة البذور والأوراق للاستفادة من الفيتامينز اللي هي فيها. الاسم خالد إبراهيم الحسيني من طوخ اليوبية. جاي النهاردة علشان اخد نبات المورينجا، لان عرفت ان هو بيساعد في شفاء مرض السكر وفيروس سي. بره عارفين ان بلدنا بلد مباركه، افضل تربه واحسن جو واحسن ميه ونعم كتير ربنا مديها لنا، مش مستغلينها. احنا عايزين ناكل ونشرب وننام وخلاص. يا عم اسعى، اعمل حاجه لاخرتك، خد ارض مثلا واعمل وقف لله، اعمل حاجه لعيالك. ما هو ابنك طالع مش لاقي وظيفه، والاقتصاد بتاعنا مع المشاكل دي كلها حالتنا خلاص. مش معقوله يبقى الواحد مسلم واب ويحب اولاده وما يفكرش ازاي يعمل لهم مستقبل او يعمل حاجه لاخرته. بالذمه ده انسان عاقل. خدت معايا ناس كتير رحله الارض. اول رحله كان معانا دكتور محمد عبد الوهاب، لقيته بيتفرج وما بيتكلمش. لما اتكلمت معاه حسيت انه راجل عبقري وفي نفس الوقت راجل متدين ملتزم. هو اللي خطب لي خطبه الجمعه. بعد ما قعدت وفهمت معاه اتفقنا على اتفاقات، بقيت قريب منه لحد ما جت بقى اللحظه اللي احنا ايه ان شاء الله هننفذ فيها، وهيبقى لنا ارض سوا، هيبقى جاري وولاده هيبقوا جيران ولادي. يا رب انتوا كمان تبقوا جيراننا وولادكم يبقوا جيراننا وتبقى ارضنا ارض الشفاء، ودايما كل ياخد ارض يبقى وفاها عشر لله. الكلام ده صحيح يا دكتور محمد؟ هو انا ليا تجربه شخصيه مع المورينجا، ودايما لما بيبقى في حاجه جديده بجربها على نفسي وعلى المحيطين بيا، اهلي واهل بيتي
بحيث او مريض قريب بيتردد عليا، بحيث ابقى شايفه عن قرب واشوف التغيرات والفايده اللي شافها، او اذا كان حصل يعني ضرر لا قدر الله يبان وابقى اقدر اتابعه. بصراحه خلاصه التجربه، اولا الارتجاع المريء وحموضه المعده بتتحسن تحسن ملحوظ جدا. يعني انا شخصيا كنت باخد كبسوله كل يوم، الحمد لله يعني يمكن مثلا كل اسبوع مثلا احتاجها مره. القولون برضو بيتحسن، التهاب القولون. برضو مجموعه من مرضى الكبد بتحسنوا عليها جدا، تحس بقوه ونشاط يعني زائد مش طبيعي. يعني بعد ما الواحد بيبقى كسلان او همدان، الكسل والهمدان ده بيروح. وانا انصح اللي ياخدها يعني بدون اي اضافات، اللي هي الورق المطحون بدون غلي، لان الغلي بيفقدها مواد فعالة كثيرة. واللي شجعني طبعا ان انا ادرسها او استعملها، انا درست قبل كده حبة البركة اللي فيها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الحبة السوداء شفاء من كل داء. درستها كتير وعملت عليها ابحاث ومقالات في مؤتمرات دولية، ولقيتها بتشارك المورينجا في بعض المركبات الأساسية. يعني فيه قاسم مشترك بين الحبة السوداء والمورينجا، ومن هنا بيجي الفاعلية بتاعتها في مجالات كتيرة جدا. في برضو زميل حضرتك قلت عليه اللي هو الأستاذ دكتور طارق، أستاذ عصبية، قال لي إنه جاله حالة كانت بتعاني من الصرع ومش مستقرة على أي دواء، لما ضاف لها المورينجا مع الأدوية استقرت حالة الصرع. فدي يعني تعتبر فعلا فوائد احنا بنلجأ ليها في الحالات المستعصية. يعني الحالات اللي بتجيب علاج مع العلاج الطبي ده احنا ماشيين معاه. لما العلاج الطبي بيفشل بنضطر نضيف له حاجة من هذه المنتجات بتساعدنا كتير. طبيعية، هو طبيعية، ما فيش فيها، ما لهاش ما ظهرهاش أي أضرار. يعني زي الفجل والجرجير والملوخية، ما حدش يقدر يقول الحاجات دي لها أضرار، وهي نبات طبيعي وربنا سبحانه وتعالى خلقه لينا عشان نتداوى بيه. وأنا يعني أحب أنبه، صحيح احنا عارفين فوائد كتيرة جدا ليها، ودايما بس يبقى في عقيدة الإنسان إن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وإن دي وسيلة ربنا هو اللي خلقها عشان إيه نتشافى بيه. وهذكر يعني إيه أثر روي عن كليم الله سيدنا موسى عليه السلام، لما مرض فربنا أمره أن يأكل من شجرة معينة، فأكل منها فشفي. فمرض نفس المرض وراح أكل من نفس الشجرة فلم يشفى. فرجع كلم ربنا سبحانه وتعالى، قال له يا رب هي نفس الشجرة وهو نفس المرض، فالأول شفتني والمرة التانية ما شفتش. فقال له يا موسى أول مرة أنت توكلت علي فشفيتك، إنما المرة التانية توكلت على الشجرة فأوكلتك لها. فدايما الإنسان يتكل على الله، ياخد بالأسباب بس لا يركن إلى الأسباب أو يتكل على الأسباب، يتكل على الله سبحانه وتعالى. وده يبقى يعني شأن الإنسان المسلم في كل حاجة، ياخد بالسبب وإيه يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ربنا يشفيه ويعافيه من كل داء إن شاء الله. طب إحنا دلوقتي إن صحيح ما كنتش بقدر أتكلم، الناس قالوا لي يعني أنت بتقول أحلام وحاجات زي كده، فالناس بتبقى بتتصدم وعايزة تروح تلاقي الدنيا جنة. مفيش جنة من غير تعب. إحنا يا أخوانا بناخد وقت، يعني ممكن شهر أو 2 تعب بس المكان يبقى جنة. فاكرين أول رحلة طلعناها من حوالي شهرين كان عملنا فدان نموذج، بحيث إن كل واحد يتمنى إن يبقى عنده فدان ويبقى هو ده ملكه. فالراجل صاحب الفدان ده متوفي، اللي احنا خدناه أول فدان نموذج، فربنا يجعله في صفحته. فراح إيه
الشيخ احمد راح زرع شجر مورينجا فيه، وشجر رمان اللي هو الوندرفول الامريكاني ده، وراح راشش شويه تقاوي قمح كده على كل خط بتاع الشجر، عشان خاطر بس ايه، يبقى لو واحد حب ياخد قمح بليله عيش مش عارف ايه، حاجه كده تدي منظر اخضر جميل وخلاص، عشان يثبت للناس ان التربه دي صالحه، وان الميه ميانين والدنيا ما شاء الله. اهل الولد ده كانوا عايزين يبنوا مسجد، والناس كانت كلها بتتفرج على الفدان وهو في بدايته، فكل ما كانش عاجبه الفدان، شجر طوله كده 60 سم ولا 70 سم، معقوله ده هيبقى شجر، معقوله هيكبر، معقوله، كل واحد بقى يشك. تعالوا نشوف ان الفدان نموذج، ونرجع ايه، نشوف الناس اللي اتفرجت على الفدان ده وبعد شهرين بقى عامل ازاي، وبعد اسبوع كمان بعد ما يتشطب المسجد وتروح ان شاء الله الاسبوع بس، تعالوا اتفرجوا بعد اسبوع بقى الفدان ده عامل ازاي، وكمان الارض التانية عامله ازاي، عشان كلنا لازم نتعب عشان نوصل ونبقى احسن ناس. ما ينفعش نحلم من غير جهد، ده تواكل، وللاسف ده صفه يعني صعبه وبقت منتشره جدا، وممكن تكلم ناس تحس انها منوره، بس للاسف عندها الصفه دي. ربنا ما يجعلناش منهم يا رب، ويهدينا اجمعين. نتفرج على التقرير الفدان ونرجع تاني ان شاء الله. ما دام عمل الجزره خلاص. دي الارض دي نموذج للارض اللي احنا لا اي بالظبط، انا يعني معمول نموذج زراعه، معمول نموذج زراعه. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور. صاحب الفدان النموذج ده شاب وتوفى، النبي عليه الصلاة والسلام يكسر موته الفجأة. في شباب كتير نسمع فلان شاب ومات، طفل كبير، المهم بقت نسبة الفجأة كتير. فالشاب لما توفى ده ليه مثلا ليه فدان، تخيلوا الفدان بتاعه شوف بقى منور ازاي، المسجد بتاعه بقى مسجد تحفة، يعني هيبقى انه يبقى مزار من الجمال اللي فيه، وبقى فيه استراحة، وفيه كان شجر كتير. انا شفت بنفسي وراجل ومرات، راجل يعني مثلا بيخاف من الحرام وكده، فزوجته قالت له وهي ماشيه، شايف الراجل اللي ماشي ده؟ قال لها، قالت له انا في مره كنت طلعت على شجره الجوافه وانا صغيره وقعدت اكل منها، وهم كانوا عندي تحت الشجره، فاتكسفت ان انا انزل عشان ما اتحركش، لان كده يعتبر مش حلال، فاكلت الجوافه وكده وكلام من ده. فالراجل خاف لا يبقى كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، راح شاري هديه للراجل ده وراح مديها له، وبعد ما اديها له ورحب بيه وكده قال له والله انا زوجتي كانت من الشجره دي، حصل كذا كذا، حكى له الحكايه يعني، فعايزك تسامحها. قال له سامحها ايه؟ اللي زرع الشجره دي ابويا، كان زرعها صدقه جاريه، وبعد كده انا واخويا الارض بقت بتاعتنا، فاصبح شوف بقى خير ربنا وكرم ربنا، زرع شجره واحده، حسنات وخير لابوه، هو ايه متوفي بتعدله يوم القيامه، وكمان هو ياخد نفس الاجر، شوفوا كرم ربنا هو واخوه، وياخدوا نفس الثواب، وكمان يجي له من سببها هدايا وخير ودعاء من كل الناس، وشجره واحده بتاع الجوافه. الفدان ممكن يبقى فيه كام شجره؟ مئات الاشجار. لو كل واحد ما عملش غير فدان في حياته لعياله وطلع منه شجره، يا بختك. في الارياف كانوا بيقولوا الناس المستورين بيناسبوا بعضهم، والعريان مش عارف ما رضوش يتجوزوا بنته، فكنت بتغاظ من الحكايه دي وازعل منهم قوي. اتاري بيقولوا ايه بقى؟ اللي عنده ارض يبقى مستور، واللي ما عندوش ارض يبقى ده عريان. مش مهم بقى بنته شكلها حلو ومش عارف، المهم ان في الاخر بيناسبوا بعض. فكان الحكايه دي بتضايقني، بس فوجئت ان الناس اللي اصلا عندها ارض، الناس دي حافظت
والتانية ناس عندها فكر، عارفه ان دي حاجه مستقبل والعيال وكذا، ناس بتاعت معيشه وبتبص لبكره وبتبص للاخره وحاجات زي كده. اما التاني لا، التاني انا اعرف واحد يعني قريب مني، هو جده كان مش عارف ايه افندي، باع 20 فدان عشان يعمل شنط قطن ومش عارف ايه ويبقى باشا وتاجر كبير وياخد الالقاب، كان زمان في القاب. فالمهم اخته هي اللي خدت ال 20 فدان، فبقوا باسم جوزها، بقى بعد ما كانت اسم عيلته بقى هو ما حلتوش حاجه، بقت باسم عيله تانية. تعال شوفهم دلوقتي اولادهم بشوات ما شاء الله وعمد البلد، والتاني اللي خد اللقب ومش عارف ايه وبقى معاه فلوس، الشونه اتباعت وحتى بيته اتباع، ما بقاش فيه حاجه تخلي لا بيت ولا اي تجاره. مين اللي فكر صح؟ البنت ولا الراجل ده؟ جه ابنه اتعلم نفس فكره، يشتري حته ارض في اسكندريه عشان تبقى بيت. واحد صاحبه قال له تبيعها، باعها له وخد فلوسها اشترى بيها بلطو من روسيا، كان راكب مركب اسمها المحروسه. البلطو راح، واللي خد حته الارض بقى عنده برج في اسكندريه، بقى برضه من الناس الاعيان. فكر الاب والام بيتحمل مسؤوليته الابناء. اي انسان فكره ما فيهوش مستقبل وما بيفكرش لعياله انسان اناني، وانسان فكره فيه جهل، وحتى ما يعملش الاخره. ولما يروح يلاقي حته ارض لسه في بدايه عمرها، ياه امتى دي طعمه؟ عمرت، بلدك فيها 225 مليون فدان، خليك مكانك. لو فضلنا بالطريقه دي هنبقى اخر دوله في العالم. لكن لو كل واحد فينا خد له فدان، يا عم ربع فدان، هيبقى عندك بتاع حوالي بدل يعني حوالي اكتر من 200 وشويه مليون فدان. ايه ده احنا ممكن نبقى اعظم دوله في العالم لو عملنا كده، لو فكرنا بالطريقه دي، لو بطلنا انهزاميه وفكرنا في عيالنا شويه وفكرنا باخرتنا. يا ترى الكلام اللي بقوله ده صح ولا غلط؟ يا ريت نقف مع نفسنا وقفه ونفكر فيه. ولا الكلام غلط دكتور محمد؟ والله كلام زين العقل. انا شفت برضو نموذج، كان شاب مخرج تلفزيوني هو، وقام واخد 20 فدان في صحراء وصورها بقى هو بصفته يعني مخرج ومصور وبتاع، صورها وهي يعني رمل، واستصلحها وزرع فيها استفندي، وصورها زي ما انت جايب الصورة اللي عرضتها دي، وجابها وهي الاستفندي يعني ايه طارح فيها. فحاجة مفرحة جدا. أنا أتمنى إن شباب مصر كله يعمل زي هذا الشاب، ويعمل زيكم ونغزو هذه الصحراء، لأن هي مستقبل مصر. والصحراء الغربية ديت بتبين في التاريخ إنها كانت متخططة، وكانت بتتزرع قمح كلها، كل الصحراء الغربية في عصر الإمبراطورية الرومانية. وكانت مصر هي البقرة الحلوب للإمبراطورية الرومانية. يعني كانت إمبراطورية روما دي كلها كانت بتاكل قمح من الصحراء الغربية بتاعتنا اللي احنا سايبينها صحراء قحلاء دلوقتي. والشيخ مصطفى محمود رحمة الله عليه ألف كتاب صغير بيقول إن احنا مشكلتنا في مصر مش مشكلة عدد عشان نقلله، بالعكس الطاقة البشرية ديت طاقة خلاقة لو استخدمناها. وقال إن فيه نوع من الزيتون بيحتاج يتراوى مرة واحدة في السنة، فهل في مصر كلها شبر من الأرض لا ينزل عليه مطر مرة واحدة في السنة؟ كل مصر بتتغمر بالأمطار مرة واثنين وعشرة، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. فلو نفذنا بعض هذه الأفكار هتتحول الصحاري بتاعتنا إلى جنة خضراء، ويعني حتى نطعم نفسنا ونطعم اللي حوالينا. مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام كانت هي الملجأ بتاع الدول العربية كلها أو الدول المحيطة به. لما حصل قحط في المنطقة كلها، كل الناس لجأوا لمصر عشان ياخدوا منها قمح، وبيقولوا إن كانوا بيكيلوا كيلة القمح قبل كيلة الذهب، ياخدوها يعني ياخدوا كيلة القمح بكيلة الذهب. فإحنا عندنا كنوز وتاريخنا مليان، بس إحنا يعني زي ما تقول أصيبنا بفقد الذاكرة، وبالتالي اللي بينسى تاريخه ما بيبقالوش مستقبل.
فاحنا عاوزين ننطلق من هذا التاريخ. ويا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الارض ورى لسيدنا ادم ارض مصر، ولقاها قال له: ما هذه الارض الخضراء التي الممتلئه بالاشجار؟ فقال له: هذه ارض مصر المباركه. فهنيجي على ارض مصر المباركه ونسيبها صحراء قحلاء كده؟ لا يصح ولا يجوز. سيدنا إدريس عليه السلام أول أنبياء بني آدم ولد في مصر، وبعض الآراء بتقول ولد في بابل، بس كل العلماء مجتمعين أنه أرسل إلى أهل مصر. علمهم إيه؟ هل هو كان نازل للتوحيد بس؟ لا، علمهم التوحيد وعلمهم الزراعة وشق الطرق وشق الترع، وبنى 180 دولة على ضفاف النيل. فهذه يعني مهمة الأنبياء. زي ما بنقول كل نبي جه علم قومه صنعة يأكلوا منها، وفي نفس الوقت علمهم توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. فإذا كان تاريخنا مليء بهذا، فأقدر بينا إن احنا ننطلق للمستقبل من خلال هذه الرؤية التاريخية اللي هي يعني مؤصلة بالإسلام ومؤصلة بالدين. مين عايز ينطلق معانا؟ مين بقى؟ هنقول ناس انهزامي وفاشل؟ يا سيدي ماشي، أنا عايز الناس اللي هتنطلق معانا. أنا طبعا قلت دي آخر أرض، مش هشتغل في أرض تاني، هي فكرة بس ومنطبقة. أنا كنت بتمنى إن الأرض اللي نشتغل فيها منتج مصر تبقى أرض الشفاء، بس مش كنت بقول كلام كده وخلاص، ده كان عندي أحلام كتيرة، وكان من ضمننا ناس عباقرة زي الدكتور محمد وناس تانية برضو. بس للأسف كانت الناس بتشوف منظر الأرض في البداية. تعالوا نشوف بعد شهرين الأرض بقت عاملة إزاي، والناس بعد أيامها تستلم. تعالوا نشوف الناس اللي اقتنعت بالفكر وصدقت واتحركت بقت عاملة إزاي. وكل واحد كسل وما خدش خطوة في حياته، ولا حاول يعمل مستقبل ليه ولا لعياله، ولا يعمل حاجة لآخرته، أو يزرع شجرة بس واحدة لآخرته، يتفرج عشان يندم ويتحفز وما يتراجعش تاني. يا رب كل مصر تجري وتحط ايديها في ايدينا وتطبق نفس الفكر، وما نلاقيش حد فاشل ولا منهزم ولا بيحب نفسه. نتفرج على التقرير ونرجع تاني ان شاء الله. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضه ما يكفيش احلى دنيا عندي ما تساويش الا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله. ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. محمد قلبي عليك صلى. طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله. ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. محمد قلبي عليك صلى.
بصراحه يعني المكان هنا حلو عن الاول بكتير. كويس يعني لقيت حاجات مبشره، كلام حقيقه وكلام 100 بسم الله ما شاء الله. الارض جميله خالص، كل يوم في تقدم مستمر. الوضع هنا وضع كويس. الناس اللي هتستلم بعد ايام، استاذ عادل قال لي ولادي الاثنين هيقعدوا في الارض. الاستاذ عاطف قال لي انا راح اقعد في الارض، هو عنده بنوته والبنت بيجيب راجل ان شاء الله برضه هيبقى يقعد معاه في الارض وخد بيت. كل الناس دي هتتفرجوا عليها الايام اللي جايه. عم حسن عبد ربه ولاده هيقعدوا في الارض. استاذ اشرف كان عندهم شغل ريح طبعا عشان حاله البلد الاقتصاديه، فبقول لي احنا حجزنا اشتراك طماطم، عايز يحط طماطم جنب الشجر بتاع المورينجا وبتاع والخاص بالرمان الامريكاني شغال، هيجيب له انتاج خلال شهر او 2 أو 3 ويبيع، يبقى مصدر دخل ليه. حجز اشتراك فعلا. كل واحد كانت احلامه سابقاه وكان بيفكر في اولاده مستقبل ليهم. دي الناس الصح اللي بتفكر فعلا، دي الناس اللي ممكن البلد تنهض على ايديها. وهيبقى لهم في الاخر احنا واخدين ورقه على كل واحد ان عشر الارض وقف لله، وكلهم وافقوا بنفس راضيين. ناس بتعمل الدنيا والاخره. اتمنى كل اللي يشوفهم وما عملش زيهم يعمل زيهم. هتنتظر ايه بقى؟ انا طبعا بعد كده الناس دي هوريها لكم، هتسمعوا راي الناس اللي ربنا من عليها ونجحت وراي ولادهم. خدوا وسابوا عيالهم في الارض. ابنك مش محتاج وظيفه خلاص، بقى صاحب ملك. حته ببلدك بقى عليها اسمك واسم عيالك. كل عمليه تعبت شويه بس وعمرت صحراء. اما كنت بادئ في العالمين كانت ارض ابار بس كان 70 يعني مسافه كبيره في الجبل، فكانت صعبان عليا. اما رحت المنيا قالوا مسافه طويله وابار، المره دي ميه نيلي وارض على الاسفلت وان شاء الله كهرباء وميه، وهنعمل فيها قريه واحده والباقي انتوا تنفذوه. كان كل امل ان الفكر ده يتطبق، وانا بطبقه كنت تعبان. الدكتور محمد قال لي هتتعب وكلامه طلع صح، والحمد لله تعبت. ما تعبنيش الناس اللي معايا ولا اي حاجه، لا، اللي تعبني الفكر العقيم واللامبالاه والناس اللي عندها الانهزاميه والفشل عندها ادمنته. وللاسف كنت اقول الناس دي فكرها اكيد يعني يا اخوانا الطاعه بتنور القلب والعقل. فكنت الاقي واحد يتعود، يعني عندنا بذره باطل مرميه فينا بقى لها عشرات السنين. انا زي الناس برضو كنت احب اسمع ام كلثوم ومش عارف فيروز، وكنت اتفرج على افلام وكنت عايش حياتي زي الناس ما عايشه. بس عرفت ان ده كله ده وقت بيسرقوا منك الشيطان لحد في الاخر تقابل ربنا وما عملتش حاجه. يا رب الحقنا يا رب، وكل الناس ان شاء الله تفوق وتصحى وتعمل لدنيا والاخرتها. وانا بقابل واحد فيهم برضه مقصر، وكلنا نفوق ونبتدي نتحرك صح. كنت بقول لكم ده الاقتصاد القومي الزراعي بدايه نهضه بلدنا، فلقيتها كلمه كبيره بقى والناس يا عم خلاص تعالى خد حته ارض ملك بلدك وتبقى مصدر دخل ليك وتبقى حاجه ستر ليك وتبقى مستور ليك ولعيالك وتبقى لاخرتك. عايز ايه تاني؟ اتحرك يا اخي. تجاره والدنيا كلها واقفه. النهارده الناس يعني مهما يكون في اقتصاد منهار الناس ما بتستناش على الاكل والشرب ولا العلاج. فتمنيت ان ارض الوقف دي يبقى علاج اكل ويبقى شفاء. وربنا من حنيته كنا دايما نسال الله باسماء الحسنى، فكنت اقعد ارد اسماء الله الحسنى واقول يا رب مثلا ايه. وكل الناس هم ناس طيبين اللي علموني برضو الحكايه دي، عرفوني ان انت لما تتعرف عليه وتساله بس حتى لو انت مش فاهم، لو انت حتى مش فاهم انت مع رب كريم سميع مجيب. كلمه اخيره دكتور محمد تقولها للناس. طبعا الناس عارفه ان دلوقتي انت منضم لفريق منتج مصري النهارده صح؟ لكن قبل كده ما كانش حد يعرف صح؟ هو طبعا الكلام ده هو تحفيز لأي إنسان خامل أو أي شاب بيحلم أحلام وهو مش عاوز يتحرك. لابد إن الإنسان يتحرك وينتج. وربنا سبحانه وتعالى بيقول قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني اللفظ هنا عام في العمل، مادام عمل صالح وعمل مفيد للبشرية. ونذكر بحديث الرسول عليه السلام من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو حيوان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني أي مخلوق
هياكل من المنتج بتاعك ولا الزرع بتاعك هيتكتب لك صدقة، سواء كان الأكل إن شاء الله يكون سرقة، حتى لو كان بيسرق منك هتبقى تتكتب لك إيه؟ صدقة. وزي ما الرسول عليه السلام قال في كل كبد رطبة أجر. الكبد الرطبة ديت كناية عن الحياة، لأن الكبد ده هو مخ الإيه؟ الحياة، أو مخ التغيرات الفسيولوجية في الجسم الإنسان. فكل ما يكون في كبد رطبة لك فيها أجر، أنت بتساعد على حياتها أو استمرارها، سواء ولادك أو جيرانك أو الحيوانات اللي حواليك أو الطيور اللي بتيجي تاكل منها أو النمل والوعوض اللي عايش عليها، كل ده بالكتاب في ميزان حسناتك. فيا ريت احنا على قد ما نقدر يعني ايه نشارك ونكافح، ما نتأخرش. ودايما انا كنت اقول ان المال الراكد مثل الماء الراكد، دايما يأسن ويتعفن ويخش عليه الربا، انما تجديده باستثماره يؤدي الى تطهيره، غيرك ينتفع به وانت تنتفع به. معلش انا اسف، انا كنت النهارده في الحلقه دي شاد عشان كانت رساله، لان كنت بتمنى ان كل الدنيا تتحرك، فاي حد يعني اذا قلت كلمه كانت تضايقه او حاجه زي كده سامحني. اتمنى من الله يا رب، والله بحبكم، ان نتحرك كلنا والتجربه تتعمم في مصر كلها. مش شرط ان أنا اي حد معاكم، مش لنفسي انا خلاص، عايزكم تعمموها في كل مصر ان شاء الله يا رب. وكل واحد ياخد عهد على نفسه ان انا 10 ارض يبقى في الله وازرع لي يا رب فدان في مصر. بالطريقه دي هتبقى بلدنا احسن بلد وهننهض، وعمرنا ما هنتهان ولا نمد ايدينا لحد. ودعوه ان احنا نحب بعض ونخاف على بعض ومحدش يزعل اخوه. سامحوني، ربنا يكرمكم يا رب، وتتفرجوا على اخواتكم الايام اللي جايه دي وهم فرحانين وتفرحوا زيهم. اتمنى ما فيش مخلوق في مصر الا لما ربنا يفرحه. ربنا يفهمنا ويفرحنا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.